اعدائه في السياسه والجيش قرروا ان هم يخلصوا منه. سنه 1954 كانت فتره الخوف من انتشار الشيوعيه في امريكا. المهم عملوا لاوبنهايمر محاكمه امنيه وسريه جدا، فتشوا في القديم بتاعه، اتجسسوا على موبايلاته، جابوا اصحابه عشان تشهد ان هو جاسوس وخاين لصالح الاتحاد السوفيتي. وبرغم ان مفيش دليل واحد اثبت انه خان بلده، فجاه كده اتجرد من كل مناصبه واتشوهت سمعته واترمى على الرف. الراجل اللي كسبهم الحرب اترمى في الزباله لما رفض يبيع ضميره. عاش اوبنهايمر بقيه حياته في عزله لحد ما مات بسرطان الحنجره، وكان تاريخ وفاته سنه 1967. في ديسمبر 2022 الحكومه الامريكيه اعلنت رسميا الغاء القرار الظالم بتاع 1954 واعتذرت له واعترفت بوطنيته. بس بعد ايه؟ بعد ما كان كل شيء انتهى. قصه اوبنهايمر مش مجرد حكايه عن راجل اخترع قنبله، دي قصه الصراع الانساني. هل العلم دايما في خدمه البشريه، ولا العقل البشري ممكن يوصل لمرحله ما انه يبتكر الشيء اللي هيدمره؟ اوبنهايمر فتح ابواب الجحيم، ودلوقتي العلم والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بيحطونا كل يوم قدام نفس السؤال: هل احنا بنبني المستقبل ولا بنبني نهايتنا بايدينا؟ لو عجبتكم الحلقه دي وشايفين ان احنا قدرنا نفك كود قصه اوبنهايمر، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وسؤال الحلقه بقى: هل شايفين ان اوبنهايمر ضحيه حرب ولا مجرم حرب اخذ جزاؤه؟ اضافه هنا بقى: التقليد بيصنع نسخه لكن الفهم بيصنع اصل، واللي فاهم اسرار التاريخ ما بيحتاجش يضحك كتير ولا يقلد بنبره ولا القاء حد، كفايه انه بيقول الحقيقه بطريقته وبس كده. انا حسام، سلام.